هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. السلام عليكم مستمعي ومستمعات صوت المنتدى. سيكون معكم في ساعة يوم الأربعاء 5 من أغسطس أنا صلاح محمد زين. أستهل الساعة كالمعتاد بنشرة للأخبار، ثم يأتيكم الأستاذ أحمد القيسي عبر نافذته محطات مع القيسي، والحلقة الثالثة من حوارات في فضاء مكشوف. بعده تستمعون إلى تعليق الإذاعة بعنوان بيان وزارة الخارجية والتباكي على ضحايا العصابة، كما تتخلل الساعة فقرات فنية وشعرية. وقتا طيبا ومتابعة مفيدة. أنا مواطن وحاير، أنتظر منكم جواب. أنا مواطن وحاير، أنتظر منكم جواب. منزلي في كل شارع، في كل ركن وكل باب، واكتفي بصبري وصمتي وثروتي حفن التراب. منزلي في كل شارع، في كل ركن وكل باب، واكتفي بصبري وصمتي وثروتي حفن التراب. ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب، ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب. أنا ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب، ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب. سادتي وانتم حكمتم، حكمكم حكم الصواب، وثورتي كانت غنيمة وافرة الحظر الجناب. سادتي وانتم حكمتم، حكمكم حكم الصواب،
وثورتي كانت غنيمة وافرها الحضر الجناب ما يهم ولا أبالي الدنيا دايسة بمداسي أنا ما يهم ولا أبالي الدنيا دايسة بمداسي لكن خلوني بلادي لكن خلوني بلادي لكن خلوني بلادي وكل ما قلتم مع راسي صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء: ستوكهولم تشهد تظاهرة إريترية كبرى ضد النظام وممارساته القمعية. تحركات عسكرية مريبة للنظام استعدادا لإشعال حرب حدودية مع إثيوبيا. ورئيس جومبوت سبات يعلن عن حرب طويلة ضد إثيوبيا انطلاقا من الأراضي الإريترية. تفاصيل النشرة: تظاهر في العاصمة السويدية ستوكهولم يوم السبت الماضي 1 من أغسطس المئات من الإريتريين السويديين والمقيمين تأييدا ودعما لتقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق المنبثقة من مجلس حقوق الإنسان الأممي. وجاء في كلمة اللجنة المنظمة بأن تظاهرة هذا العام تتميز عن سابقاتها في الأعوام الماضية بأنها تأتي بعد التظاهرة التاريخية الكبرى التي جرت في جنيف في 26 من يونيو الماضي، وبعد تقديم لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة تقريرا شاملا يفضح الممارسات القمعية لنظام هيغدر، وظهور موقف دولي جديد لصالح النضال العادل لشعبنا، الأمر الذي يحتم حسب المتحدث باسم اللجنة على القوى السياسية الإريترية وجماهير شعبنا تسخير كل الطاقات من أجل الاستفادة القصوى من هذه التطورات الإيجابية. هذا وقد جرت العادة أن تنظم المظلة السويدية الإريترية للتنمية الديمقراطية، والتي تضم معظم القوى السياسية والمدنية الإريترية الناشطة في السويد، المظاهرات والاحتفالات بالمناسبات الوطنية الإريترية. أفادت مصادر إذاعة صوت المنتدى إن تخوم التماس على الحدود الإريترية الإثيوبية تشهد نشاطا عسكريا مكثفا ينذر بنشوب حرب وشيكة بين البلدين. وتشهد النشاطات العسكرية للنظام تدريبات عسكرية مكثفة وحملات تعبئة سياسية الغرض منها تهيئة قوات الدفاع الإريترية والشعب الإريتري للاستعداد لحرب مزعومة مع إثيوبيا. وذكرت مصادرنا التي تراقب الموقف عن قرب أن النظام بدأ من 22 من يوليو الفائت بحفر الخنادق والمتاريس بالتعاون مع قوات المعارضة الإثيوبية مثل ما تسمى بدمحيت وجومبوت سبات في مناطق الحدود الجنوبية الشرقية لمواجهة الهجمات التي يمكن أن تشنها إثيوبيا. كما يقوم بزيادة عدد القوات المرابطة في المنطقة وتزويدها بالأسلحة والمعدات العسكرية المختلفة. هذا وتشهد المؤسسة العسكرية للنظام اعتراض بعض أفراد وقادة قوات الدفاع الإريترية لهذه التحركات التي ستكون لها نتائج كارثية على الوطن والشعب. ونتيجة لذلك شهد يوم 28 من شهر يوليو الماضي هروب 54 من أفراد قوات الدفاع الإريترية بشكل فردي وجماعي إلى إثيوبيا اعتراضا على الحرب العبثية التي ينوي السياس إشعالها. من جهة أخرى أعلن برهانو نجا رئيس ما يسمى بجومبوت سبات أن الحرب التي ستندلع ضد النظام القائم في إثيوبيا في القريب العاجل ستكون مستمرة وسوف لن تتوقف إلا بعد إسقاطه. وأكد المعارض الإثيوبي في اجتماع عقده في 25 من الشهر الفائت لفصائل التنظيم المرابطة في منطقتي حرينا وجلوج في معسكر بالقرب من مزرعة ودلقس أن الغرض من قدومه تاركا ممتلكاته وأعماله هو للإشراف على العمليات العسكرية بالتعاون مع ضباط سابقين في الجيش الإثيوبي الذين سيقودون العمل العسكري. ويعتبر برهانو نجا من أكثر المعارضين لاستقلال إريتريا،
حيث لم يخفي انتقاداته للحكومة الإثيوبية لتفريطها في إريتريا ومساعدة الجبهة الشعبية على انفصالها عن الوطن الأم إثيوبيا حسب زعمه. وكان قد أكد على موقفه في آخر لقاء أجراه مع الفضائية الإثيوبية المعارضة إيسات التي تبث برامجها من هولندا، حيث عبر عن إيمانه بوحدة إثيوبيا الكبرى وعدم اعترافه بسيادة إريتريا. كما يتميز التنظيم الذي يتزعمه بسيطرة العناصر الشوفونية الإثيوبية التي شغلت مناصب مختلفة إبان حكمي الإمبراطور هايلة سلاسي ونظام منغستو هايلة مريم. ويتساءل العديد من المراقبين للشأن الإريتري عن العلاقات المريبة بين النظام الحاكم في أسمرة ومثل هذه التنظيمات الإثيوبية المعادية للسيادة الإريترية، والتي أكدت مرارا عدم اعترافها باستقلال إريتريا، ولم تخفي نيتها في استعادة إريتريا كمقاطعة إثيوبية. ولماذا يقدم لها النظام المساعدات العسكرية واللوجستية ويستضيفها في الأراضي الإريترية؟ وما الهدف من تمكين هذه العناصر للاستيلاء على الحكم في إثيوبيا؟ هل هي خطوات محسوبة من النظام أم أن هناك أجندة خفية؟ يتساءل المراقبون. أكد ممثل الأمم المتحدة في الصومال أن العملية السياسية في الصومال تحرز تقدما رغم إرجاء الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في العام المقبل. وأعلنت الحكومة والبرلمان الصوماليان الثلاثاء قبل الماضي أنه سيستحيل إجراء هذه الانتخابات العام المقبل بسبب الوضع السياسي والأمني في البلاد والمهلة القصيرة جدا. ومن جانبه قال ممثل الأمم المتحدة في الصومال نيكولاس راي لوكالة فرانس بريس إن قرار الإرجاء ليس مفاجئا وأنه حقيقة لا بد من مواجهتها. وكان راي يتحدث في منتدى يجمع مسؤولين صوماليين وأجانب في العاصمة الصومالية الأسبوع الماضي رغم الهجوم الانتحاري على فندق في مقديشو خلف 17 قتيلا. وسيبحث المشاركون في المنتدى المرحلة التي ستعقب نهاية ولاية الحكومة الحالية في العام 2016. وأعلن الممثل الأممي أن عملية بناء الدولة بعد عقود من الحرب الأهلية والفوضى وإنشاء إدارة فيدرالية لا مركزية تسير بشكل جيد، لكنها استغرقت وقتا أطول من المتوقع. وتواصل حركة الشباب المتطرفة تمردها على الحكومة الصومالية وتكثف هجماتها في العاصمة مقديشو، ما يجعل إجراء انتخابات على مستوى وطني استحقاقا أكثر صعوبة. نهاية النشر. سادتي وانتم حكمتم حكمكم حكم الصواب، وثورتي كانت غنيمة وافرة الحظر الجناب. سادتي وانتم حكمتم حكمكم حكم الصواب، وثورتي كانت غنيمة وافرة الحظر الجناب. ما يهم ولا أبالي الدنيا دايسة بمداسي أنا، ما يهم ولا أبالي الدنيا دايسة بمداسي. لكن خلوني بلادي، لكن خلوني بلادي، لكن خلوني بلادي، وكل ما قلتم مع راسي. يا هنايل كان مثلي ما يهم من ومن، أنتم أصحاب الفخامة والزعامة وادري لن. يا هنايل كان مثلي ما يهم من ومن، أنتم أصحاب الفخامة والزعامة وادري لن نكون في يوم منكم. يشهد الله والزمن، أنا حلمي كلمة واحدة،
إن يظل عندي وطن لن نكون في يوم منكم، يشهد الله والزمن. أنا حلمي بس كلمة، إن يظل عندي وطن، لا حروب ولا خراب، لا مصايب لا محن، لا حروب ولا خراب، لا مصايب لا محن. خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن، خذوا المناصب والمكاسب خراب، لا مصايب لا محن. خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن، خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن، خذوا المناصب والمكاسب رب خلوا للوطن. يا وطن وانت حبيبي وانت عزي وتاج راسي، انت يا فخر المواطن والمناضل والسياسي. يا وطن وانت حبيبي وانت عزي وتاج راسي، انت يا فخر المواطن والمناضل والسياسي. انت اجمل وانت اغلى وانت اعظم من الكراسي. محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. الحلقة الثالثة من حوارات في فضاء مكشوف. عقد المؤتمر وتم افتتاحه من قبل الأمين العام بكلمة تضمنت فرقعة دخانية، حين ذكر إن الجبهة كانت تقاد من خلال حزب سياسي يساري التوجه وبشكل سري، واكتفى بهذا الإعلان تاركا الموضوع لاجتهادات الآخرين وحسن نواياهم أو سوءها. أما قيادة الحزب فقد كانت في قمة المفاجأة والصدمة، والسبب إنها لم تستشار عن هذا الإعلان، وإن أخذ رأيها فلا بد أن يكون لها رأيا في الكيفية التي يتم بها الإعلان. وهكذا استمع المؤتمرون بإحدى المفاجآت التي كانت طلسما من طلاسم الثورة، وترك العنان لاجتهاداتهم، وقد بلغ الاجتهاد حدا اعتبر فيه البعض أنهم كانوا مخدوعين في هذه التجربة، كما إن البعض أرجع كل معاناة في الثورة سواء في التنظيم أو مع القياديين حينها إلى هذا الحزب الطلسم، كون إن التنظيم كان يحوي أعضاء متميزين 5 نجوم، وأعضاء أقل شأنا عنهم 4 إلى 3 نجوم. والواقع أن الطريقة التي اعتمدها الزعيم في عرض هذه المسألة أو النتيجة التي بلغ بها أعضاء المؤتمر كانت إجحافا بحق هذا الحزب ودوره في قيادة الجبهة الشعبية، إذ إن دور هذا الحزب كان محوريا في النضال والصراع الذي كان قائما،
وحجم التضحيات التي قدمها لا يمكن أن يقارن مع حجم السلبيات التي برزت أخيرا، وهذا موضوع متروك للتاريخ وبحاجة إلى مجلدات في تصوري. استمر انعقاد المؤتمر ولكن دون مشاركة الزعيم، فقد تولت اللجنة التحضيرية تسيير الاجتماعات، وبقى الزعيم يقود عن بعد عبر ريموت كنترول للجنة التحضيرية. واستمرت الأيام رتيبة ومملة، الكل يريد التخلص والعودة، فلم يعد هناك شيء جاذب. لقد نقلت قيادة الجبهة الشعبية وأمينها العام المؤتمرون من حيرة إلى أخرى في أشياء يجهلونها ويصعب عليهم فهمها. لقد عودوا قواعدهم على الاستماع للأشياء التي يحب سماعها، والآن ها هم ينحرون تجربة بالانقلاب على الماضي ورموزه دون أن يقدموا بديلا مقنعا أو تحليلا رصينا مقنعا جدير بتنظيم سياسي قاد مرحلة بما فيها من صعود وهبوط ونهر من الدماء ومعاناة شعب على مدى 3 عقود. اختزل كل ذلك في رقبة مكبوتة حان الأوان للجهر بها، وهي التصفية من خلال الإقصاء والاستحواذ على السلطة وتمرير مشاريع سياسية التي أثبتت التجربة بعد ذلك إنها مجرد أوهام ومغامرات يدفع الشعب الإريتري الآن ثمنها في حروب دنكشوتية مع دول الجوار وعنتريات فارقة على مستوى الأقليم، بل ومع الولايات المتحدة وحلفائها، وسياسة عماء في الداخل مستهدفة الشعب بإخضاعه لخيارين: أما القبول بما يأمرون أو السجن والتنكيل. أما الاختراع الذي لجأ إليه الشعب فهو الهروب من هذا الجحيم، وتلك قصة أخرى. كانت الصورة العامة للمؤتمر سريالية الطابع بكل معنى الكلمة للعارفين ببواطن الأمور. كانت الأمور تجري دون ترابط، وكانت كل لحظة تمر وهي تحمل مفاجأة، ولكن بصورة حدث جلل ومربك. كانت النقاشات تجري واللامبالاة والحيرة هي التي تحكم. فالبداية لم تكن موفقة بصدمة الرئيس وطلاسمه حول الحزب. أضف إلى تلك الأسماء المرشحة للقيادة والتي طلب منهم التصويت لها، بين جهل البعض بهؤلاء الأشخاص أو تحفظهم من أشخاص بعينهم، ولكن خاتمة الواجب تحتم عليهم الامتثال للأوامر. ولكن في المحصلة فإن ثقة الكثيرين تزعزعت، وهذا ما جرى في نهاية الأمر. وتستمر الأحداث في سرياليتها وعجائبيتها حين أتت قائمة الزعيم للمرشحين لأعضاء اللجنة المركزية، والتي بعث بها من مخبئه إلى اللجنة التحضيرية ليقوموا بتعميمها للكوادر كي يقوموا بانتخاب المرصعين في تلك القائمة. أرسلت القائمة إلى يمانة جبرأب وعبد الله جابر كي تطبع وتوزع. وصادف حينها أنني كنت قريبا من المكان، وفجأة تنحى بي جانبا الأخ عبد الله جابر وقال لي: القائمة وصلت، هذه هي الأسماء. سألته: هل شريف يعرف عنها؟ قال لي: لا أظن. ورمضان؟ قال: لا، حتى رمضان ليس في القائمة. وتعجبت أولا. هؤلاء الأشخاص أعضاء في لجنة يفترض أن يكونوا مشاركين في الاختيار، وأن لا ينفرد في اختيار من يريد ويبعد من يريد، بل الطامة الكبرى إبعاد رمضان محمد نور هكذا وبكل بساطة. والرجل قبل ساعات يعرف على أنه الرجل الثاني. ثم إن الموضوع ليس في الرجل، بل فيما كان يمثله الرجل في التنظيم. وأخيرا وجدت الأخ شريفه ولم أنتظر. قلت له: أريدك على انفراد. فأجاب لنذهب إلى موقع كنا قد اخترناه لأنفسنا، وهو المكان الذي اخترناه أيضا للنوم. وذهبنا إلى هناك ووجدنا الأخ أحمد طاهر بادوري. ومباشرة سألت شريفه:
هل اجتمعت لجنتكم حتى تأتي بهذه الفضائح؟ واستغرب: أي لجنة؟ قلت له: لجنة تقديم المرشحين. لقد وزعت القائمة والرجل أنهى الموضوع، والمصيبة أن السيد رمضان ليس بالقائمة. لم أنهي كلامي حتى أمتقع لونه وتنهد في حسرة، وعلق للأمانة والتاريخ قائلا: الآن تاريخ هذا التنظيم بدأ ينزلق ليصبح مسخرة. إن جزءا كبيرا من الهالة التي حصل عليها إسياس هي من صناعة رمضان محمد نور، فأخطاء رمضان كانت تضاف إيجابيات في رصيد إسياس بحق وبدون حق، والواجب والذكاء كان يجب أن يحتفظ به. والمهم لن تمر المسألة هكذا، ويجب أن نقوم بعمل ما، لأن الموضوع أكبر من رمضان. الموضوع أولا وأخيرا تجربة وثورة وتنظيم، فإذا استرخص الأفراد فالتجربة لن تسترخص. وخرج شريف مهرولا للقاء أعضاء القيادة القديمة لعل أن يجدوا حلا مجتمعين، لأن التوجه الانقلابي والاستحواذي قد زاد من اندفاعه ولم يعد يردعه لا أصول ولا سياسة ليجرجر البلاد والشعب إلى كوارث وحروب. البعض لم يتحمس، والبعض الآخر ذهب إلى الزعيم للمراجعة وعاد خائبا أمام الإصرار المتعنت من قبل الزعيم، ولم يتبقى أمام شريف سوى البحث عن مخرج آخر. وطلب مني ومن الأخ أحمد بادوري بكتابة خطاب معبر وقصير يقوم رمضان بإلقائه في المؤتمر كإعلان بإعفائه، وإنه يترك المجال للشباب الصاعد. وقد أطلق شريف على هذه المسرحية بالهبوط السلس والآمن، وتحمس بادوري للفكرة وبدأ بالكتابة، وفعلا ساقها بادوري بطريقة جيدة ومؤثرة، وتولى الأخ هيل الدرع بترجمتها إلى التجرينية. وهكذا كان، وما أن قرأ السيد رمضان رسالة حتى بدأ التأثر على وجه معظم أعضاء المؤتمر، بل إن بعض النسوة قد ذرفن بعض الدموع على تضحية الرجل. والحقيقة إن التأثر والدموع التي تساقطت في قاعة المؤتمر كانت صادقة وصادرة من عمق الإنساني حريص على تجربة وبلاد وشعب. ولكن في تلك اللحظة والمناسبة كانت أمام خديعة كبرى ضحيتها رجل وجوده وعدمه لا يعني شيء، فقد صنع من نفسه ضحية قبل عهود طويلة. ولكن الضحية الأساسية هي التجربة، والذين دفعوا أرواحهم لصناعتها ليتم صناعة الدكتاتور وحملة المباخر من المهللين والمهرجين والإسفنجات التي تلعب دور الامتصاص لحماقات الزعيم. انتقل المؤتمر إلى المرحلة الثانية في اختيار أعضاء القيادة، وفي ظل هذه الأجواء المشحونة بالتوتر والارتباك وعدم القبول بالقائمة التي فرضت عليهم، كانت أجواء المؤتمر والسلوك العام الذي كان يحكم المؤتمرين شيء أقرب إلى الفوضى والهرج والمرج، وما أن طرح عليهم بتقديم مرشحين حتى ضاعت البوصلة التي يمكن أن تحكم تنظيم بهذا الحجم وهذه التجربة وهذا الرصيد وهذا التاريخ. ولكن ظروف تمرير المشروع الانقلابي كان يتطلب هذا المناخ وهذه الأجواء. ما أن بدأ الترشيح حتى بدأت الشخصيات المرشحة في تسلق المنصة واحدا بعد آخر. وبعيدا من تقليل أهمية الأشخاص وأدوارها، فإن ما كان يحدث تلك اللحظة لا يليق بالمطلق بتاريخ الجبهة الشعبية ولا بتضحيات شهدائها ولا بمعايير حكمت هذا التنظيم على مدى سنين في تقييم الأفراد والشخصيات. رغم أن البعض من هذا التقييم كان مجحفا بحق عدد كبير من الأشخاص، إلا أن الاتجاه العام يمكن القول أنه كان تقييما حازما وصارما. ولكن ما يحدث الآن لا صلة له بهذا التاريخ، فما يجري الآن
مهزلة مخزية. فمعظم متسلقي المنصة من المرشحين ودون مبالغة عناصر كرتونية لا قيمة لها إطلاقا، ولكنها كانت مفيدة في وجودها كي يسهل من خلالها تمرير العناصر المرشحة من قبل عناصر الانقلاب. إنه سيناريو بارع ومحكم، واستمرت المهزلة في جو صاخب لمرحلة الاقتراع السري، والتي كانت نتائجها بحق الرد الطبيعي الصامت للمهزلة وجريمة اغتيال التجربة. وجاءت مرحلة الاقتراع السري لتبين المدى الذي بلغه التدمر في أوساط الكوادر، فباستثناء العناصر المقبولة والمشهود بجدارتها ومعظمها من القيادات القديمة التي بقيت محتفظة بعضويتها في اللجنة المركزية، تصدر هؤلاء القائمة في عدد الأصوات التي حصلوا عليها. فمن 500 عضو مؤتمر يحق له الاقتراع، حصل هؤلاء ما يقارب 400 وما فوق، ثم هبط الرقم بصورة ملفتة إلى 200 وما تحت للأشخاص الذين فرضوا، وتهاوت الأرقام هبوطا، بل وصل إلى الحد أنه تم التحفظ والرفض المطلق على أحدهم، حتى بلغ الأمر حد إصدار أوامر شبه عسكرية. وهكذا وبالكاد بلغ هذا الأخ ذيل القائمة، ودون ذكر أسماء. حاليا يعمل هذا الأخ مسؤول في إحدى المحافظات. هكذا تمت الولادة الثانية للجبهة الشعبية في امتحان لما بعد الاستقلال، وهي ولادة جديدة لا صلة لها بالرصيد النضالي لهذا التنظيم، ولا بالوعود التي قطعها الجماهير والشهداء في بناء الدولة المدنية الحديثة والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية. وهكذا كان الشعب الإريتري على موعد لمرحلة مظلمة من تاريخه، وضياع آلاف الفرص الاقتصادية والدخول في حروب ضروس، ولا سيما مع إثيوبيا، والتي علقت بلا حرب وبلا سلام، وعقوبات دولية وهجرة ولجوء لا يقارن بما كان يحدث أبان الاستعمار في أسوأ مراحله، وسمعة أقليمية ودولية سيئة. كل هذه المسائل المجتمعة استنزفت الإمكانيات الضئيلة المجتمع ليزداد بؤس المجتمع وفقره. والأسوأ والأنكى من كل ذلك هو اليأس الذي سيطر على قطاع الشباب مقابل الحلم الذي كان مسيطرا، وكانت النتيجة هو الهروب الواسع والكبير لهذا القطاع مما يهدد مستقبل هذا الشعب والبلاد. وتزيد قتامة الصورة إصرار النظام وقائده بالاندفاع نحو مزيد من الأخطاء، والتي بلغت حد الجريمة في كثير من الأحوال. كيف يعقل الزج بالمئات من القيادات التاريخية في قياهيب السجون لعشرات السنين، أولا دون محاكمة، وثانيا ليس من سبب وجيه سوى أنهم طالبوا بضرورة بناء دولة قائمة على النظام والقانون أساسها دستور للدولة وانتخابات حرة ونزيهة وإشاعة مناخ من الديمقراطية يكفل حرية وكرامة كل مواطن، حتى أصبحت هذه المطالب جريمة وجنحة للمطالب بها في عرف وقانون دولة ما بعد مؤتمر نقفة. إنما دفعني لسرد هذه القصة قلت موجها حديثي للمتحاورين أنه قد حان الوقت للخروج من قوقعة التعميم في الأحكام. ما يحدث في إريتريا الآن وما حدث بعد الاستقلال هو نتاج طبيعي للانقلاب الذي قاده الرئيس وجماعته، والذي سردته بتفاصيل في هذه الرواية، وما زال الكثيرون ممن عاشوا الأحداث أحياء يرزقون. في الصراع الذي كان يحكم أطياف المعارضة، وفي مناخ المكايدة السياسية للبعض مدفوعين من منطلقات سياسية معينة، نجدهم محكومون بالتعميم في الحكم على ما آلت إليه الأوضاع من بؤس وانهيار، وكأنها صناعة الجبهة الشعبية منذ أن نشأت. والواقع فإن الجبهة الشعبية شأنها شأن أي تنظيم سياسي في هذا العالم، محكومة بصراعات سياسية داخلية تبرز حينا وتخبو أحيانا،
وقد تصل إلى مرحلة الانفجار والتشظي حسب عمق الاختلاف السياسي وحدته وظروفه، كما حدث لجبهة التحرير الإريترية بعد دخولها إلى السودان. إن الجبهة الشعبية الحقيقية لم تعد موجودة إلا بما أوجدته من تراث نضالي وعادات وتقاليد وشهداء سقطوا في سبيل ذلك، وبقيت في قلوب الصادقين مجرد ذكرى لزمن وحلم جميل عاشوه، وللأجيال القادمة دروس وعبر يستخلص منه الدرس الكبير، وهو كيف يمكن أن تسقط وتتهاوى أعظم التجارب على يد أقزام يحاولون أن يبنوا مجدهم الشخصي على حساب تجربة صنعها شعب، وليس لأحد فضل في ذلك غير الشعب الإريتري. والتجربة ليست صناعة حد مهما على شأنه، سوى في جبهة التحرير أو الجبهة الشعبية، فمالكها وصانعها هو الشعب الإريتري أولا وأخيرا، ولولاه لما كانت هناك تجربة بالأصل، ولما سمعنا عن الأسماء الطنانة أكان سياسة أو غيره. ولكن يبقى سؤال: كيف سرقت هذه التجارب وأفرقت من محتواها الوطني والإنساني ومن قبل أقزام استقلوا قفلة التاريخ؟ ولكن لنا في التاريخ عبر ودروس. ختمت حديثي المسترسل على وقائع ما حدث والنتيجة التي آلت إليه الأمور ببيت شعري توصيفا للحالة: فظيع جهل ما يجري وأفظع منه أن تدري. وللحوار بقية. لكم التحية، أحمد القيسي. محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. برك هلا هدود والزلام جما جما قياد دشنا شعبي فقرة جهري وكيما طباطب هجم سلب وهر انتا وحاطر يوم قن رئيتو قبلات كالبطر قياد somebody.
صوت المنتدى. بيان وزارة الخارجية والتباكي على ضحايا العصابة. الحكومة غير الشرعية في إريتريا منذ اغتصابها لسيادة الشعب الإريتري، وهي تعمل بصورة منتظمة وممنهجة وسافرة على تزوير الحقائق وتعميم الجهل والإنكار والكذب والتسويف. آخر تقليعاتها في سلوكها هذا أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الإريترية في 24 من يوليو الماضي بيانا حاولت فيه أن تقدم نفسها بمظهر الحريص على أرواح شعبها ومحاربا قويا ضد شبكات الإتجار بالبشر، في حالة ينطبق عليها المثل العربي القائل: رمتني بدائها وأنسلت. فقد ظلت أصابع الاتهام من الشعب الإريتري المكلوم والمجتمع الدولي ومنظماته المعنية بحقوق الإنسان تشير مرارا إلى ضلوع أجهزة استخبارات وجنرالات نظام حكم الفرد المستبد القائم في إريتريا في عملية جريمة الإتجار بالبشر مع شبكات ومافيا الرشايدة ذات الصلة الوطيدة تاريخيا مع النظام، وتتم ضمن مخططه وبمشاركة عناصره. ومن جهة أخرى يطلق النار بهدف القتل على كل من يمارس ذلك بعيدا عن رقابته. وعلى الصعيد المحلي والدولي يجعل نفسه ضحية سياسات إفراق إريتريا من الشباب، ولا يمل من تكرار توجيهه الاتهام للأمم المتحدة والدول الأوروبية، وكأن أوروبا جعلت من شباب إريتريا هدفا تجلبهم ليثيروا حفيظة الشارع الأوروبي ضدها. وعلى صعيد الواقع عصابة النظام الحاكمة كانت تدير هذه المسألة على أعلى المستويات عبر أجهزتها لتحقق بذلك نظرية إخماد البركان الشعبي عبر تنفيس الاحتقان الشبابي قبل أن يصل إلى درجة الانفجار، فضلا عن مكاسب مالية ضخمة لخزينة استخباراتها وجيوب جنرالاتها. فبيان الخارجية الإريترية يغالي في دور الحكومة في مكافحة الإتجار بالبشر، متهما الجميع بعدم القيام بمهامه الإنسانية، متجاهلا عن عمد سياسات الحكومة الإريترية تجاه الشباب الإريتري، والتي هي السبب الرئيس لظهور هذه الظاهرة من الأساس، قبل الحديث عن فصولها المأساوية اللاحقة. ويستطرد البيان معددا الرسائل التي بعث بها النظام إلى كل حلفائه الغابرين مثل نظامي القذافي ومبارك، وفيها يسرد حديثا أقرب إلى كاد المريب أن يقول خذوني أكثر منها حجج مقنعة. وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال مفاده: ما الذي دفع النظام لمحاولة وضع نفسه في مقام حامي حقوق الإنسان والداعي لمجابهة شبكات الإتجار بالبشر والتحقيق في جرائمها؟ هناك جملة من المتغيرات والمحددات دفعته إلى ذلك، أولها تقرير اللجنة الدولية لتقصي حالة حقوق الإنسان في إريتريا، وتأكيده على أن الحكومة في إريتريا تدير البلاد بالإرهاب والخوف وليس بالقانون. ففي إريتريا لا دستور ولا برلمان ولا صحافة حرة ولا حريات. والأخطر من ذلك، اتهم التقرير حكومة إريتريا بارتكاب جرائم بصورة ممنهجة ضد الإنسانية. ثم تصاعد الموقف بتمديد مجلس حقوق الإنسان الدولي في ختام دورته السابقة في يونيو الماضي صلاحية اللجنة الدولية الخاصة بإريتريا، وفوضها للتحقيق في الجرائم المتهمة بها الحكومة الإريترية وليس الشعب الإريتري، كما يحلو أن تردد حكومة الطاغية في استخفافها الموغل بعقلية الشعب الإريتري. فالشعب الإريتري هنا ضحية وليس متهم، وكل ذلك سيأخذ خطواته عبر مؤسسات الأمم المتحدة. وعلى صعيد غير منفصل، تساءلت الحكومات الأوروبية عن الأسباب التي تقف خلف الفرار الجماعي للشباب الإريتري عن وطنه بهذه الشاكلة المحزنة والمرعبة نحو أوروبا عبر القذف بأرواحهم
في مهالك الموت المحقق بالصحراء والبحر وعصابات الإتجار بالبشر. وقد جاءت هذه التساؤلات عقب تذمر الشارع الأوروبي من موجات الهاربين عن أوطانهم، فحرك ذلك مخاوف الحكومات على مصالحها، فتداعت لاحتواء غضب ناخبها بأي ثمن حتى وإن كان على حساب القيم الإنسانية. وهنا تقاربت مسلكيات بعضها وعقلية الدكتاتور، فحفز ذلك العصابة الحاكمة في أسمرة إلى محاولة عقد صفقة مساومة: أعطونا الأموال والتقنيات وأوقفوا عنا لجان حقوق الإنسان وتحقيقاتها، ونحن نوقف عنكم هذا التدفق. لكن تظل الشعوب المتمتعة بالحريات والبرلمانات تدار قضاياها بالنقاشات وليس في الخفاء وعبر لي عمق الحقيقة. لهذا نجد العديد من البرلمانات الأوروبية استهجنت وأدانت حالة الاستبداد البشعة التي يتعرض لها الإنسان الإريتري. وتكملة لهذه المساومة وضرورات التشبه بمظاهر الدولة، تتم عمليات إصدار قوانين تجارية وجنائية وفرعيات مشابهة، ويتم كل ذلك في ظل قيام الدستور والذي يسمى أبو القوانين. لذا كل من لا ينسب إلى هذا الأب فهو غير شرعي. كذلك تنخرط سفارة النظام بأمريكا في خلق لوبي أمريكي من أصدقائها القدامى كالسيد هيرمان كوهين، وتعقد معه صفقات سرية يكلف بموجبها بذل كل الجهود وبكل الوسائل لتطوير العلاقات الأمريكية الإريترية، مؤكدين له أن الحكومة الإريترية لا تشترط في تطوير هذه العلاقات ضرورة ترسيم الحدود الإريترية الإثيوبية. هذه الحقائق تم الحصول عليها من التقرير الذي بعثه القائم بأعمال سفارة دولة إريتريا بأمريكا، والذي حصلت المعارضة الإريترية على نسخة مسربة منه. مجموعة من المخاوف والمساومات والمناورات دفعت النظام التعسفي لمحاولة ذر الرماد على العيون وتمثيل دور الشريك في محاربة مافيا شبكات الإتجار بالبشر، ليبعد عنه تهمة أن الدافع لهروب الشباب الإريتري هي انتهاكات حقوق الإنسان التي أشار إليها بوضوح تقرير لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالحالة الإريترية، ومناشدا في الوقت ذاته منحه المال والخبرات الفنية والتقنيات لإيقاف سيل تدفق الشباب الإريتري على أوروبا. وفوق هذا وذاك يسعى بكل الصفقات الخفية والعلنية لتحسين علاقته مع أوروبا وأمريكا خاصة، لتحميه من التحرك الدولي في مسائل حقوق الإنسان التي غدت تقض مضاجعه. بقلم الأستاذ محمد علي موسى. روكيا علاوي نتعلق ما أفريقيا فوقيا نبكي من جسا حندر سنسيا زنزبار موزمبك حاجر كينيا عدي جيغانو عدي جيغانو بعد من يمزت ألمو مدبر بابورات بحري إريتريا مقاديشو ترب حجر صوماليا نايكدم لي مادا شرح الديمقراطية أملاك البيسوا
ናይ ነፃነት ሞያ ዓዲ ሓድሽ ይጋኑ ዓዲ ሓድሽ ይጋኑ ዓዲ ሓድሽ ይጋኑ ዓዲ ሓድሽ ይጋኑ በዓል መድዮም ዝጠለቡ بمسنقع الزرع داوي الزنبيا يا ريت زمير الله بهالليلويا كم حليب كم محار بزفتيا كم حليب كم محار بزفتيا كم جنة السماي كل زمن يا عدي 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 إريتريا صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء: ستوكهولم تشهد تظاهرة إريترية كبرى ضد النظام وممارساته القمعية. تحركات عسكرية مريبة للنظام استعدادا لإشعال حرب حدودية مع إثيوبيا. ورئيس جومبوت سبات يعلن عن حرب طويلة ضد إثيوبيا انطلاقا من الأراضي الإريترية. تفاصيل النشرة: تظاهر في العاصمة السويدية ستوكهولم يوم السبت الماضي 1 من أغسطس المئات من الإريتريين السويديين والمقيمين تأييدا ودعما لتقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق المنبثقة من مجلس حقوق الإنسان الأممي. وجاء في كلمة اللجنة المنظمة بأن تظاهرة هذا العام تتميز عن سابقاتها في الأعوام الماضية بأنها تأتي بعد التظاهرة التاريخية الكبرى التي جرت في جنيف في 26 من يونيو الماضي، وبعد تقديم لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة تقريرا شاملا يفضح الممارسات القمعية لنظام هيغدف، وظهور موقف دولي جديد لصالح النضال العادل لشعبنا، الأمر الذي يحتم حسب المتحدث باسم اللجنة على القوى السياسية الإريترية وجماهير شعبنا تسخير كل الطاقات من أجل الاستفادة القصوى من هذه التطورات الإيجابية. هذا وقد جرت العادة أن تنظم المظلة السويدية الإريترية للتنمية الديمقراطية، والتي تضم معظم القوى السياسية والمدنية الإريترية الناشطة في السويد، المظاهرات والاحتفالات بالمناسبات الوطنية الإريترية. أفادت مصادر إذاعة صوت المنتدى إن تخوم التماس على الحدود الإريترية الإثيوبية تشهد نشاطا عسكريا مكثفا ينذر بنشوب حرب وشيكة بين البلدين. وتشهد النشاطات العسكرية للنظام تدريبات عسكرية مكثفة وحملات تعبئة سياسية الغرض منها تهيئة قوات الدفاع الإريترية والشعب الإريتري للاستعداد لحرب مزعومة مع إثيوبيا. وذكرت مصادرنا التي تراقب الموقف عن قرب أن النظام بدأ من 22 من يوليو الفائت بحفر الخنادق والمتاريس بالتعاون مع قوات المعارضة الإثيوبية مثل ما تسمى بدمحيت وجومبوت سبات في مناطق الحدود الجنوبية الشرقية لمواجهة الهجمات التي يمكن أن تشنها إثيوبيا. كما يقوم بزيادة عدد القوات المرابطة في المنطقة وتزويدها بالأسلحة والمعدات العسكرية المختلفة. هذا وتشهد المؤسسة العسكرية للنظام اعتراض بعض أفراد وقادة قوات الدفاع الإريترية لهذه التحركات التي ستكون لها نتائج كارثية على الوطن والشعب. ونتيجة لذلك شهد يوم 28 من شهر يوليو الماضي هروب 54 من أفراد قوات الدفاع الإريترية بشكل فردي وجماعي إلى إثيوبيا اعتراضا على الحرب العبثية التي ينوي السياس إشعالها. من جهة أخرى أعلن برهانو نجا رئيس ما يسمى بجومبوت سبات أن الحرب التي ستندلع ضد النظام القائم في إثيوبيا في القريب العاجل ستكون مستمرة وسوف لن تتوقف إلا بعد إسقاطه.
وأكد المعارض الإثيوبي في اجتماع عقده في 25 من الشهر الفائت لفصائل التنظيم المرابطة في منطقتي حرينة وقلوج في معسكر بالقرب من مزرعة ودلقس أن الغرض من قدومه تاركا ممتلكاته وأعماله هو للإشراف على العمليات العسكرية بالتعاون مع ضباط سابقين في الجيش الإثيوبي الذين سيقودون العمل العسكري. ويعتبر برهانو نقا من أكثر المعارضين لاستقلال إريتريا، حيث لم يخفي انتقاداته للحكومة الإثيوبية لتفريطها في إريتريا ومساعدة الجبهة الشعبية على انفصالها عن الوطن الأم إثيوبيا حسب زعمه. وكان قد أكد على موقفه في آخر لقاء أجراه مع الفضائية الإثيوبية المعارضة إيسات التي تبث برامجها من هولندا، حيث عبر عن إيمانه بوحدة إثيوبيا الكبرى وعدم اعترافه بسيادة إريتريا. كما يتميز التنظيم الذي يتزعمه بسيطرة العناصر الشوفونية الإثيوبية التي شغلت مناصب مختلفة إبان حكمي الإمبراطور هايلا سلاسي ونظام منغستو هايلا مريم. ويتساءل العديد من المراقبين للشأن الإريتري عن العلاقات المريبة بين النظام الحاكم في أسمرة ومثل هذه التنظيمات الإثيوبية المعادية للسيادة الإريترية، والتي أكدت مرارا عدم اعترافها باستقلال إريتريا، ولم تخفي نيتها في استعادة إريتريا كمقاطعة إثيوبية. ولماذا يقدم لها النظام المساعدات العسكرية واللوجستية ويستضيفها في الأراضي الإريترية؟ وما الهدف من تمكين هذه العناصر للاستيلاء على الحكم في إثيوبيا؟ هل هي خطوات محسوبة من النظام أم أن هناك أجندة خفية؟ يتساءل المراقبون. أكد ممثل الأمم المتحدة في الصومال أن العملية السياسية في الصومال تحرز تقدما رغم إرجاء الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في العام المقبل. وأعلنت الحكومة والبرلمان الصوماليان الثلاثاء قبل الماضي أنه سيستحيل إجراء هذه الانتخابات العام المقبل بسبب الوضع السياسي والأمني في البلاد والمهلة القصيرة جدا. ومن جانبه قال ممثل الأمم المتحدة في الصومال نيكولاس راي لوكالة فرانس بريس إن قرار الإرجاء ليس مفاجئا وأنه حقيقة لا بد من مواجهتها. وكان راي يتحدث في منتدى يجمع مسؤولين صوماليين وأجانب في العاصمة الصومالية الأسبوع الماضي رغم الهجوم الانتحاري على فندق في مقديشو خلف 17 قتيلا. وسيبحث المشاركون في المنتدى المرحلة التي ستعقب نهاية ولاية الحكومة الحالية في العام 2016. وأعلن الممثل الأممي أن عملية بناء الدولة بعد عقود من الحرب الأهلية والفوضى وإنشاء إدارة فيدرالية لا مركزية تسير بشكل جيد، لكنها استغرقت وقتا أطول من المتوقع. وتواصل حركة الشباب المتطرفة تمردها على الحكومة الصومالية وتكثف هجماتها في العاصمة مقديشو، ما يجعل إجراء انتخابات على مستوى وطني استحقاقا أكثر صعوبة. نهاية النشر. صوت المنتدى. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة اليوم، وحتى نلتقي وإياكم في الأسبوع المقبل كونوا بخير.